في الوقت اللي فيه كانت القرية كلها في كفر السنابسة في انتظار جثمان البنات عشان خاطر يدفنوهم، وكل أم واقفة طبعا مستنية بنتها، إلا إن كان في أم تانية مستنية 4. 3 من بناتها اتوفوا للأسف الشديد. بنت لسه بتصرف على نفسها طبعا عشان خاطر بتجهز نفسها عشان مخطوبة، وبنت تانية لسه جايبة الشبكة الأسبوع اللي فات، وبنت تالتة لسه في المرحلة الإعدادية في بداية حياتها. 3 في بداية حياتهم، والرابعة حاليا في عناية مركزة أو في حالة حرجة بين الحياة والموت. وبرضه في نفس الوقت كان في بنت من ناجين طلعت تحكي المعاناة اللي شافتها، وشافت صاحباتها في الوضع دوت وبيحصل لهم، وكانتش قادرة تعمل أي حاجة. إلا إن بقى في الوقت ده طلع امبارح نائب من النواب، يعني النواب اللي هم يعني في الانتخابات وكده في البرلمان، طلع بيتكلم مع أحد الإعلاميين طبعا بدون ذكر أسماء، بيقول له إن إحنا هنحط الموضوع دوت في عين الاعتبار. يعني هو بيكلمه بيقول له إزاي يعني الطريق الإقليمي ده شغال بقاله 2 كده فردة واحدة، يعني أنت فاهم رايح جاي، هو طريق واحد شارع واحد، طريق بيعدي عليه تريلات، بيعدي عليه حاجات كتير، في الآخر يقول لك هنحطه في عين الاعتبار. أنت متخيل الوضع عامل إزاي؟ في الوقت ده برضه يطلع حد من المسؤولين وزوجة برضه الإعلامي المحترم ده هي اللي بتسأله، تقول له إزاي طريق الموت بيحصل عليه كده، أو الطريق دوت ليه بيحصل فيه كده؟ يقول لا ده مش طريق الموت، ده الطريق ده اللي أطلق عليه طريق الموت هو السوشيال ميديا. ما حضرتك أطلقنا عليه كده ليه؟ عشان خاطر هو فعلا طريق الموت. ولو هو مش طريق الموت، النهارده في حادثتين حصلوا غير امبارح، حادثه منهم انقلاب عربيه امن مركزي اللي انت شايفها قدام عين حضرتك دي، اتقلبت النهارده وكان في مصابين كتير. ده غير كمان ان من كام ساعه بس فاتوا، ما عداش وقت كبير الا ان في عربيه دخلت في اتوبيس من اتوبيسات الورديه اللي موجوده برضو هناك، وللاسف الشديد راح ضحيتها السواق، وفي 3 اصابه خطره. يبقى ازاي مش طريق الموت يا سياده المسؤول؟ ولا هم عشان خاطر دي بنات مثلا ناس غلابه، ولا ناس اهلها غلابه فما فيش حد هيتكلم؟ مع حضرتك لو احنا يعني معلش بالنسبه لكم ولا حاجه، انتوا في الاخر كده يعني معلش يعني بتبقوا مسؤولين عن مين؟ او يعني في حديث بيقول واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. مش انتوا اولي الامر منا؟ مش المفروض اللي بيبقى مسؤول عن حاجه المفروض ان هو بيبقى قدها؟ ولو انتوا مش قدها ما تكملوش فيها. وتعويض ايه اللي بتعوضه لهم؟ ولا ملايين الدنيا تعوض حد او ضفر، يعني طفل او طفله او بنت او راجل، يعني ممكن يكون اهله كانوا بيعانوا عشان يجيبوه، يعني الفلوس مش هتعمل لهم حاجه، مش هترجع الفرحه بتاعتهم. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بجد مش هقدر اقول حاجه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل واحد يكون مفكر نفسه مفيش حد فوق منه. وبعد كده هي كلمه هقولها ورزقي على الله،